17 سنة سنة 2009 جالي التنسيق إن أنا أدخل كلية هندسة، ولقيت ناس كتير بدل ما بتقولي مبروك بتقولي إيه ده؟ بنت وهندسة؟ مفيش تعيين، مين هيشغل بنت؟ والشغل صعب. وأنا في الكلية قابلت واحدة صاحبتي كانت أكبر مني بسنة، دخلت قسم كمبيوتر، وقعدنا نتكلم عن الشغل وفرص الشغل والناس بتشتغل إيه، وقالت إن في حاجة اسمها فريلانسنج أو شغل من البيت أو شغل في الوقت اللي متاح ليك. أنا وقتها طبعا ما كنتش عارفة الكلام ده، قلت لها إيه ده؟ ده في شغل من البيت؟ هي تيجي انت ما تعرفيش ده في ناس معانا من دلوقتي بتشتغل وبتصرف على نفسها وبتحوش كمان. طبعا الكلام ده كان سنة 2010، يعني من 16 سنة. دلوقتي كله عارف وسامع عن الفريلانسنج او على الشغل من البيت وقتها، ولكن في سوشيال ميديا بالصورة اللي موجودة دلوقتي، ولكن في منصات كتير للشغل من البيت او العمل الحر. المهم بقى اللي بيقول لي هتشتغل ايه، اقول له هشتغل من البيت فريلانسر. وهنا بقت المشكلة الأكبر إن أنا بسمع تريقة وسخرية، واسمع كلام زي يعني ايه شغل من البيت يا بنتي، دول بيضحكوا عليكي. انا الحمد لله وقتها كنت ابتديت ادور واعرف اكتر عن الفريلانسنج، وكنت شايف حاجه مختلفه ان انا اعمل اللي عليا واسيب الباقي على ربنا. وكنت متاكده ان الشغل دوت او فرصه الشغل من البيت او الفريلانسنج حاجه هتكبر قدام قوي، وهتبقى فرص شغل كتير جدا في المستقبل. وطول عمري كنت شايفه ان انا اعمل اللي عليا لان انا ماموره بالسعي مش ماموره بالنتيجه، واسيب الباقي على ربنا. الفرق عمره بالنسبه لي ما كان في الكليه ولا في الشغل ولا في الفرص الموجودة أو مش موجودة. الفرق طول الوقت بالنسبة لي كان بيكون في العقلية اللي بتصدق الفكرة الجديدة وبتحاول تستفيد منها، والعقلية التانية اللي بتستسلم للكلام اللي بيدور حواليها. أنا النهاردة مش هتكلم عن الفريلانسنج ولا هتكلم عن فرص الشغل من البيت، أنا هتكلم عن العقلية وعن دورها في تغيير حياتنا للأفضل. فكرة واحدة كفيلة إن هي تحول حياة حد للأفضل، بس في حد بيسمع ويفكر، وفي حد بيتريق ويحارب الفكرة، وفي حد تالت بيشوف الفكرة ويشوف إزاي هيستفيد منها، مش لأنه أذكى ولا لأنه أشطر، بس لأنه قرر إنه يسمع يفهم ويجرب بدل ما يحارب اللي بيفكر حتى يعمل الفكرة. اللي حصل معايا وفي الكلية بس أو في الشغل بس كان مثال مش حالة خاصة. نفس العقلية ديت بتنطبق على حاجات كتير قوي في حياتنا، أو تقريبا على كل جوانب حياتنا. فالفيديو ده محاولة بسيطة إن احنا نعمل بيها إعادة برمجة، أو حابة أسميه غسيل مخ إيجابي ضد غسيل المخ الاجتماعي اللي كلنا بنتعرض له. فهيبنا نبدأ. أنا عمالة أقول عقلية عقلية عقلية، يعني إيه أصلا عقلية؟ العقلية ببساطة ومن غير كلام معقد هي الطريقة اللي مخك بيختار يفسر بيها اللي بيحصل حواليه. هي العدسة اللي احنا بنلبسها واحنا بنبص على الدنيا، فعلى حسب العدسة اللي انت لابسها على حسب اللي هتشوفه. في ناس أول لما بيحصل لها أي موقف بتقول ده آخري، ده نصيبي، أنا كده خلاص مفيش قدامي أي حل، وما تديش مخها حتى الفرصة إنه يفكر في حلول بديلة. وفي ناس تانية بتفضل تقول طب هتحرك منين؟ موقف واحد يا جماعة ممكن حد يشوفه آخر العالم وحد تاني يشوفه فرصة، واللي على فكرة اللي بتركز عليه هو اللي هتشوفه وهو اللي هيحصل معاك. خلينا اديكوا مثال بسيط عشان تفهموا أنا قصدي إيه. 2 اتفصلوا من الشغل، الاتنين عندهم التزامات وعندهم مسؤوليات، بس واحد منهم قرر ان هو يقعد في البيت، وحد تاني بالرغم ان هو متضايق ومضغوط بس يبتدي يتحرك، ما يفضلش واقف في نفس النقطة. بس واحد قرر ان هو يوقف حياته، والتاني قرر ان هو يعمل اللي عليه ويدور، وإن شاء الله ربنا هيكرمه. لكل حد منهم ردة فعل مختلفة حسب العقلية، نفس الظروف نفس الضغط بس التفكير مختلف. فببساطة شديدة العقلية هي القناعة اللي جوه دماغنا اللي بتخلينا نشوف الحاجة يا إما تهديد أو حاجة وحشة أو فرصة أو حاجة حلوة. المشكلة مش إن إحنا بنغلط لأننا بشر فأكيد هنغلط، المشكلة إن مخنا بيحب الأمان، بيحب المتجرب قبل كده حتى لو المتجرب دوت كان مؤلم. فكتير من قراراتنا بتطلع مبنية على الفرص القديمة مش على فرصة جديدة. مفهوم العقلية أو المايند سيت مش مفهوم جديد ولا طلع بظهور كتب التنمية البشرية ولا علم النفس. في آية واحدة في القرآن بتشرح الموضوع ده في سطر واحد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الحال اللي انت فيه دلوقتي مش هيتغير غير لما اللي جواك يتغير. اللي جواك يتغير
فنظرتك للأمور تتغير، فتصرفاتك بالتبعية تتغير، فالنتيجة تتغير مش العكس. طب إيه اللي جوه الإنسان؟ معتقداته، طريقة تفكيره، نيته، تصرفاته اليومية وقراراته. عشان كده مفيش تغيير حقيقي من بره، التغيير الحقيقي لازم يجي من جوه الأول. الآية دي مش بتتكلم ولا على الظروف ولا على الحظ ولا على الناس، بتتكلم عن العقلية، الحاجة اللي جوه الإنسان محدش شايفها بس هي اللي بتتحكم في كل حاجة. ولا سحر ولا طاقة ولا قانون جذب، بمنتهى البساطة طريقة تفكير بتقود سلوك. والمهم بقى إننا نعرفه إن العلم دلوقتي أثبت إن مش بس العقلية هي اللي بتأثر على طريقة تصرفاتنا أو على قراراتنا، دي بيوصل تأثيرها لحد استجابة الجسم للدواء. في الطب وعلم الأعصاب في ظاهرتين علميتين معروفين باسم نيسيبيو إفكت وبلاسيبيو إفكت، إن شاء الله أبقى بنطق اسمهم صح. بلاسيبيو إفكت ده معناها إن المريض ياخد دواء من غير أي مادة فعالة، بس يتشرح له إن قد إيه الدواء ده كويس وحلو وهيجيب مفعول، فالنتيجة إن الجسم يتحسن. المخ توقع التحسن فاستجاب الجسم، والعكس تماما. نوسيبيو إفكت المريض ياخد دواء فعال ومتجرب قبل كده، بس يا إما يتقال له الدواء ده احتمال ما يجيبش نتيجة، فالنتيجة الجسم ما يتحسنش. العقل ما توقعش التحسن فالجسم استجاب وما تحسنش. واللي مثير بقى للاهتمام إن نفس المريض ممكن ياخد نفس الدواء مرتين، مرة يتشرح له أهميته ويتشرح له هو قد إيه حد كويس، ومرة تانية يتقال له إن ده دواء جديد ومش هيجيب معاك مفعول. واللي بيحصل إن اللي بيتقال له كل مرة هو اللي بيحدد استجابة الجسم لنفس المريض بنفس المرض بنفس العلاج. طيب لو العقلية مهمة قوي كده نغيرها ازاي؟ التغيير الحقيقي للعقلية ليه خطوات. تغيير العقلية بيحصل لما 4 حاجات يتغيروا في حياتك، وكالعادة علشان انتوا بس حبايبي جمعته لكم في فريم وورك أو طريقة سميتها ال4 ميم. أول ميم معايا ميم محيط. المحيط اللي حوالينا مش بس الناس اللي حوالينا أو الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، ده كل حاجة بتبعت إشارات لمخنا، هي كل حاجة حوالينا بتأثر علينا حرفيا من غير ما ناخد بالنا. الحاجات المتاحة لينا بسهولة، المكان اللي بنقعد فيه، أهم جزء في المحيط الناس اللي بنتعامل معاهم كل يوم، الناس اللي بنسمعهم، الناس اللي بنتكلم معاهم، الناس اللي بنلقط منهم تصرفاتنا كل يوم من غير ما نحس. الناس دول هم اللي بيشكلوا الطبيعي بالنسبة لمخنا. فأول خطوة وأهم خطوة في تغيير العقلية هي إن أنت تغير الناس اللي حواليك. مش كل الناس ينفع تتغير معانا، في ناس ممكن تتغير على مدار حياتنا زي الصحاب أو الزمايل، وفي ناس ما بنعرفش نغيرهم زي أهلنا. أنا المشكلة بالنسبة لي كانت في عيلتي الكبيرة، أكيد مش هغيرهم، بس اللي عملته إن أنا غيرت طريقة تأثيرهم على دماغي. إزاي؟ بإن أنا مليت دماغي بالكلام اللي كنت بسمعه من صحابي اللي في الكلية، الطريقة اللي بيفكروا بيها، نظرتهم للأمور. الناس دول أنا كنت بتقابل معاهم كل يوم، هم مش بس غيروا نظرتي في الحياة في حوار الشغل أو الدراسة، غيروا كل حاجة حرفياً بشوف منها حياتي ودنيتي. أنا مثلاً العيلة الكبيرة عندي كانت بتتريق عليا في حاجات كتير مش بس في حوار الشغل، فاللي عملته إن أنا مليت مخي بأفكار إيجابية من صحابي اللي كنت بتعامل معاهم كل يوم في الكلية. عشان كده مهم جداً إن أنت تختار الناس اللي محيطين بيك، تجاربهم، تفكيرهم الإيجابي، نظرتهم للأمور. الهدف إنك تقلل التأثير السلبي للناس اللي أنت مش عارف تغيرهم في حياتك. أما بقى الناس اللي احنا ممكن نغيرهم زي الصحاب، دول نغيرهم تغيير جذري ومرة واحدة. ده وعي منك لحياتك والمستقبلك ونظرتك لنفسك. وعلى فكرة مش كل الناس اللي بنبعد عنهم ناس وحشين، في ناس كويسين جدا بس احنا مش نافع نكمل معاهم لأن نظرتهم أو رؤيتهم للأمور مختلفة عننا وعن نظرتنا وعن رؤيتنا لحياتنا. طيب لو أنا مفيش حد في محيطي خالص شبه النموذج اللي أنا عاوزة أبقى، يبقى الحل إن احنا نتنقل لميم رقم 2، ميم مصادر. ايه هي المصادر؟ هي الحاجات اللي بتغذي مخك بيها كل يوم من غير ما تكون واخد بالك. أي حاجة بتقراها، أي فيديو بتسمعه، أي حاجة بتدخل دماغك بتشكل نظرتك عن الحياة من غير ما تكون واخد بالك. ومش بس عن الحياة، ده كمان عن نفسك وعن اللي ممكن توصله أو اللي ممكن تحققه. النت
والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي كلها مليانة بنماذج ناس حقيقية، ناس وصلت، ناس حققت في حياتها اللي انت عاوز توصله. اسمع الناس دي واملى مخك بالافكار اللي هم بيقولوها، اسطاب ناس حقيقيه، تجارب ناس حقيقيه، نجاح بجد، حاجات بحق وحقيقي. المشكله في الزمن ده مش في قله المصادر، لان المصادر ما عادش فيه اكتر منها. الفكره ان احنا اوقات بنختار الحاجات اللي تدخل مخنا غلط، او بنسيب اي حاجه تدخل مخنا وخلاص سكرولينج طول النهار من غير اي هدف. مش بنختار الحاجه اللي نسمعها والحاجه اللي ما نسمعهاش، او بنعرف تاثير كل كلمه او كل حرف بنسمعه ايه على مخنا. اول ميم وتاني ميم، ميم محيط وميم مصادر، عملنا في مخنا معروف وغذيناه صح. نيجي بقى لتالت ميم معانا وده اللي فيها الشغل كله، ميم ممارسة. احنا كده حشينا مخنا بكلام حلو. هل بقى احنا هنتغير لوحدنا؟ لا. فاضل ايه؟ فاضل الممارسة. يعني ايه الممارسة؟ ايه هي الممارسة؟ هي الافعال الصغيرة اللي بتحصل منك كل يوم تثبت لمخك ان انت فعلا الشخص اللي انت عاوز تبقاه. افعال مش كلام. في مسارات عصبيه بتتكون في المخ او بتختفي نتيجه التصرفات اللي انت بتعملها كتير او اللي انت بتبطل تعملها. دي حاجه اسمها نيوروبلاستيسيتي او المرونه العصبيه. ان شاء الله ابقى بنطقها صح. كل مره بتعمل تصرف مختلف انت كده بتبني مسار عصبي مختلف في حياتك. العقليه بتتشكل على حسب انت شايف نفسك مين، بتتغير على اساس تصرفاتك وهويتك مش على اساس نواياك. لو انت قررت ان انت تلتزم في حاجة في حياتك، الدايت مثلا، مخك هيسجل ان انت شخص بتكمل. بس لما تمارس التجارب او تبقى عارف ان انت المفروض تعمل دايت وكل مرة تقول لنفسك طيب النهاردة وبس، طيب الخروجة دي وبس، مخك هيسجل عنك ان انت شخص بتهرب. والصورة دي مش صورة واعية أو بتيجي في مخك الواعي، دي صورة لا واعية. وعلشان كده العقلية في الأساس نتيجة ممارسة متكررة مش سببها. الممارسة مش بتبني بس مهارة، الممارسة بتبني صورة مختلفة ليك عن نفسك. عارفين المشهد الكليشيه اللي هو بتاع واحد فضل يحفر علشان يلاقي الكنز ويحفر ويحفر ويحفر، وقبل ما يوصل للكنز ب5 سنتي يزهق ويسيب الموضوع ويمشي؟ المشكلة مش انه ما حفرش كفاية، المشكلة ان مخه فسر الموقف على اساس انه فشل، وعلشان يحميه من الاحباط قرر ان هو يقوله ان مفيش نتيجة وامشي وسيب الحفر ده. وده اللي بيحصل معانا في حياتنا، نكون بنعمل الصح وبنمارسه، النتيجة اللي احنا عاوزينها لسه مش شايفينها، مخنا يبدأ يفسر الموقف على أساس إن هو فشل. مخنا هيتعامل مع الطريق ده أو مع الحاجة اللي احنا عملناها مدة طويلة وما عرفناش نحقق منها حاجة على أساس إن هو خطر، على أساس إن هو تهديد علينا، فهيقول لك سيبه وامشي. فأنت بتسيب الحاجة مش علشان الفشل، علشان مخك خايف عليك من الإحباط. ومن هنا ما بتبقاش المشكلة خالص في الممارسة، المشكلة بتكون في المعنى. وده يقودنا لآخر ميم معانا وهي ميم معنى. رابع ميم، ميم معنى. عشان تعرف تكمل لازم اللي بتعمله يكون ليه معنى عندك، عشان مخك يعرف يكمل وقت التعب ووقت الزهق ووقت الإرهاق. أول حاجة وأهم حاجة أنا بستخدمها إن أنا بكتب. لما بحس ان انا خلاص تعبان بجيب اي حاجه ينفع اكتب عليها واقعد اكتب فيها، اكتب مشاعري ناحيه الحاجه دي، اكتب ان انا مثلا مش لاقيه شغل دلوقتي بس ان شاء الله في المستقبل القريب هلاقي الفرصه اللي انا عاوزاها، اكتب ان التاخير او التعطيل او الحاجه اللي انا مش عارفه اوصل لها ده مش معناها ان انا فاشله، معناها ان انا لسه وقتها ما جايش. اكتب بصوره واعيه ان المشكله خالص مش فيا ولا في ان انا فاشله ولا في ان انا مش عارفه اوصل للي انا عاوزه اوصله. اكتب ان انا محتاجه اعدل حاجه صغيره في الطريقه اللي انا بعمل بيها الحاجه الحاليه، او الحاجه الحاليه كويسه وبتتعمل صح بس نتائجها لسه هتتاخر شويه. تاني حاجه علشان اربط معنى لطيف بالحاجه اللي انا بعملها ان انا اعمل في نفس الوقت بعد ما كتبت على طول فعل صغير يثبت اللي انا بقوله او اللي انا عاوزه اعمله. يعني لو انا عماله اقدم على شغل كتير ومش لاقيه شغل وكتبت كل المشاعر السلبيه، كل الافكار اللي في دماغي، كتبت كلام ايجابي
ان انا متعطله، بس ده مش معناها ان انا فاشله، ان لسه الفرصه الكويسه اللي ربنا شايلها لي ما جاتش في وقتها اقدم على شغل. حتى لو قدمت على ابلكيشن واحد بس يبقى اثبات منك صغير لمخك هذا العضو الغلبان ان يا حبيبي الموضوع لسه متاخر، بس بص احنا هنعمل برضو اللي احنا المفروض نعمله، بحيث ان انت كل ما تتعب وتزهق وتفضل تقدم على حاجات جديده تلاقي نفسك بتفكر نفسك بالجمله ديت في نص اليوم. لو انت مش فاضي تكتب وتقدم على شغل جديد، بس انت حسيت ان الزهق او الملل او التعب بدأ يدخلك، فكر نفسك بالجملة ديت بس. ايا كان ايه الجملة اللي تختارها، ايا كان اللغة اللي تكتبها بيها، اكتب جملة واحدة فكر نفسك بيها وارجع لها بسرعة كل ما تلاقي ان انت خلاص مش قادر. واخر واهم حاجة يا جماعة، ودي اكتر حاجة نفعت معايا، ادعوا بكل حاجة عاوزينها، ادعوا بكل حاجة بكل التفاصيل اللي انتوا عاوزينها مهما كانت صغيرة. ادعوا ان ربنا يديكوا خير الدنيا والآخرة، تبقوا كويسين في الدنيا وتحققوا اللي انتوا عاوزينه، ويديكوا فضل الآخرة وتدخلوا الجنة، فتبقوا فزتوا بالدنيا وبالآخرة. عاوزاكوا تبقوا فاكرين حاجة مهمة جدا، لو انت اللي بتعمله ملهوش معنى عندك عقلك هيقاومه، بس أول ما تربط الحاجة اللي انت بتعملها اللي عليها القيمة بمعنى أو بسبب واضح، مخك هيبطل مقاومة ووقتها هيتعاون معاك. احنا كده خلصنا، بس انا عاوزه اقول لكم 3 حاجات قبل ما نمشي. اول حاجه ان ربنا بيخلق الفرص، بس العقليه هي اللي بتختار تشوفها او ما تشوفهاش. واحنا مش بنعيش الحياه اللي احنا عاوزينها، احنا بنعيش الحياه اللي مخنا مصدقها او اللي عقليتنا مصدقاها. اسأل نفسك كده انت مصدق ايه، وهتلاقي ده اللي بينعكس على حياتك. تاني حاجة، لو بتفكر تعمل اي حاجة جديدة، تسافر، تفتح مشروع، تشتغل، اسكت، بلاش تقول حاجة لحد، مش علشان الناس وحشة او نيتها مش سليمة، احيانا من باب الخوف عليك حد يقولك كلمة تكسر فيك حاجة او تغير اتجاهك او تخليك تسيب كل اللي بتعمله وتمشي. كلام وعقلية الناس اللي حوالينا بيأثر علينا وعلى قراراتنا، علشان كده اسكت. رقم 3، اعمل اللي عليك في الاتجاه الصح وكمل لحد آخر نفس فيك. انت مش مطلوب منك النتيجة، انت مطلوب منك السعي، والباقي على ربنا، هو عمره ما بيضيع تعب حد. لو وصلتوا لحد هنا يبقى عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي.